تسعى منظمة ستيرك للأطفال في مقاطعة عفرين والشهباء إلى تنمية مواهب ومهارات الأطفال وإزالة تداعيات الآثار السلبية للحرب عنهم، إلى جانب تعليمهم اللغة العربية والكردية ورفدهم بالمعلومات المتنوعة. وبحسب بديعة مسلم الإدارية في منظمة ستيرك، توجد 3 مراكز لمنظمة ستيرك في مقاطعة الشهباء، واحدة في مخيم سردم وناحية الأحداث، كما تم تأسيس مركز في مخيم برخودان أيضا ولكن لم يفتتح بعد. هذا وأوضحت بديعة أنهم كمنظمة يتابعون قضايا خاصة بالأطفال كالتحرش الجنسي والعنف بالتنسيق مع مكتب حقوق الطفل، فيما يتابعون قضايا أخرى تتعلق بالأطفال كمرضى بالسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة أو الإعاقات. فنحن بدورنا كمنظمة ستيرك اليوم انشأنا مع جهات عديدة بعدة مشاريع، وتم الموافقة على دعم مشاريع كإنشاء مراكز منظمة ستيرك. فتم افتتاح مركز منظمة ستيرك في أحداث، فالفرع الثاني في مخيم سردام، الفرع الثالث راح يكون افتتاحه قريبا في مخيم برخضان، طبعا بالتنسيق مع هلال الأحمر الكردي ومع منظمات أخرى لإنشاء هذا المركز. فنحن بدورنا بضمن هذه المراكز عم يتم توعية الأطفال واستقبال عدد كبير من الأطفال في عمر من 7 إلى 15 سنة. فالمواهب اللي عند الأطفال فالأطفال عم يطالعوها، فالمجالات اللي عندنا تعليم عن الرسم، عن الغناء، عن الرقص، عدا عن ذلك بنتابع أمور الأطفال، القضايا التحرش، القضايا الاغتصاب أو مشاكل أطفال، ضرب، عنف. فجميع هاي الأمور متابعة مع مكتب حقوق الطفل بخصوص هاي القضايا، وأمور الثانية في تنسيق ما بيننا وبين جهات أخرى بسبب الأطفال المرضى، كمان مثل الأطفال اللي بيعانوا مرض السرطان.